يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي. كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروفه وعدى كل شي، عدى كل شي. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي. كان ما بيني وبينك اليوم نحن في صدد إلقاء مذكرة من العناية بشأن المؤسسات اتصال أعمال ووسائل كبيرة يعنون استخدام التيك توك وآثاره على تنوير كبيرة مع طالب جامعة المتوسط وحنيفة إنشاء دكتور تقطع سقط دراسة مع الزميل فارسي. بسم الله الرحمن الرحيم. قمنا بدراسة الفصل الأول الجانب المنهجي للدراسة. قد قمنا أستاذ بخطة الدراسة التالية: المقدمة، إشكالية الدراسة، تساؤلات الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة، منهج الدراسة، أدوات جمع البيانات. الفصل الثاني الجانب التطبيقي للدراسة، النتائج ديال الدراسة خاتمة. ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على إشكالية تتمثل في ما تأثير التيك توك على تلاميذ العمر الثانوي بثانوية توقيع عبد الملك بن وسيم. تساؤلات دراسة مع الزميل فارس. تساؤلات دراسة: ما عادات وأنماط استخدام تلاميذ الطالب الثانوي لموقع التيك توك؟ ثانيا، ما دوافع وحاجيات استخدام تلاميذ الطالب الثانوي لموقع التيك توك؟ ثالثا، كيف يؤثر استخدام موقع التيك توك على تلاميذ الطالب الثانوي؟ أهداف الدراسة تمثلت أهداف الدراسة في معرفة عادات وأنماط استخدام تلاميذ الطالب الثانوي لموقع التيك توك، التعرف على دوافع وحاجيات استخدام تلاميذ الطور الثانوي لموقع تيك توك، معرفة أثر استخدام موقع تيك توك لتلاميذ الطور الثانوي. والآن مع أهمية الدراسة. أهمية الدراسة: التعرف على سلبيات وإيجابيات هذا الموقع الذي أصبح يستخدمه الكثير من التلاميذ، معرفة دوافع وأثر استخدام تيك توك من قبل التلاميذ، محاولة البحث عن مدى استخدام وانعكاسات الطلبة أن يبرهنوا هل هناك تأثير إيجابي أو تأثير سلبي في استخدام التيك توك من طرف تلاميذ الطور الثانوي وتأثيره على التحصيل الدراسي سواء بالإيجاب أو بالسلب. أنا أعتقد هذه الدراسة كانت دراسة وصفية استكشافية عينتها هم طلبة أو تلاميذ الثانوية التي هم مقبلون على اجتياز سواء امتحانات أو اجتياز شهادة البكالوريا. طلبة قاموا باستبيان أداة الدراسة محكمة من طرف الزملاء، حاولوا أن يبرهنوا كيف كان استخدام التيك توك أثره الإيجابي والسلبي على تلاميذ الطور الثانوي وعلاقته بالتحصيل الدراسي. للأسف عملية الإشراف كانت متذبذبة قليلا، لكن سوف نتعاقد إن كان هناك بعض النقص أو بعض الأخطاء التي هي عادة موجودة على كل حال. يعني أي دراسة لا تخلو بعض النقائص والشوائب. أشكر الزملاء على وجودهم معنا وعلى تشجيعهم للطلبة. شكرا سيد الرئيس ولكم الكلمة. شكرا جزيلا لك أستاذ بارك على هذا التوضيح. نمر مباشرة إلى زميلي الفاضل دكتور مدحر عبد القادر ليعطينا حيثية هذا العمل عبر النقاش الكريم. تفضل دكتور. شكرا للاستاذة تومي. تحية صباحية عطرة للحضور الكريم. بداية أرحب أنا بلجنة المحترمة متكونة من الأستاذة تومي رئيسة هذه اللجنة، وأكيد الأستاذ طارق صالحي مشرفا على هذا العمل. أرحب بالطالبين نهمي فارس وزينب عبد الباسط، وكذلك الحضور الكريم من أولياء الطالبين. مرحبا بكم بقسم الإعلام والاتصال جامعة الدولة. إذا نحن اليوم بصدد مناقشة عمل متضمن مذكرة ماستر للحصول على
ماستر اكاديمي، شهاده ماستر اكاديمي، تخصص الاتصال الجماهير وسائل جديده، شعبه علوم الاعلام والاتصال. العمل المعنون باستخدام التيك توك واثاره على تلاميذ الطور الثانوي، دراسه ميدانيه على تلاميذ عبد المالك بالموسى، وكما قلت نقدم لطلاب طالبين فارس وعبد الباسط. بدايه العمل يعني مرتبط بالتخصص على الرجال، يعني مهم جدا الاستخدام، يعني ينافس او تجاوز بعض التطبيقات الاخرى المعروفه مثل الانستغرام والفيسبوك، يعني تيك توك مقارنه بمواقع اخرى شهد اقبال كبير خصوصا لدى فئه المراهقين، على اعتبار انه يعتمد على الفيديوهات القصيره وترويجها عبر هذا التطبيق. كذلك وفقوا في اختيار عينه الممثله لقياس الاستخدام عبر اختيار عينه لتلاميذ ثانويات، يعني فئه المراهقين وهم الاكثر استخداما لهذا التطبيق عفوا. اذا الموضوع جيد قابل للقياس وكذلك مرتبط بتخصص الطالبين. فقط التمسنا جهدا لدى الطالبين في اعداد هذه المذكره، واكيد انه من خلال عملهم هناك مجموعه من الامور التي يجب ربما الحديث عنها استدراكا لبعض الاخطاء ربما التي تكون منهجيه او حتى من حيث الجانب الميداني، لكن هذه الامور اكيد لا تنقص من جهد الطالبين في اعداد هذه المذكره. بدايه انا سجلت على العنوان انه هناك خطا لغوي، خطا في تقدير العينه. إذا استخدام التيك توك وآثاره، استخدام التيك توك وآثارها أو استخدام التيك توك وآثاره على التلاميذ، أدعوهم إلى استدراك هذا الأمر في العنوان. كذلك دراسة ميدانية على التلاميذ، أنتم لم تقوموا بالدراسة على التلاميذ بل على عينة من تلاميذ ثانوية حكمي عبد المالك بالموسى. إذا هذا العنصرين لابد أن يصححا في العنوان. من حيث الإطار المنهجي كانت هناك مجموعه من الملاحظات، انا استلمت النسخه من عند الاستاذ، كاين مجموعه من الملاحظات اعتقد انها لم تكن صيغه نهائيه واحب هذا ان تكون ليست نهائيه، لكن بحالتنا اذا انها نهائيه ادعوكم الى مراجعه هذه الامور. هناك السنه الجامعيه يجب ان تبرز في واجهه المذكره في نهايه الصفحه، باعتبار انها تسجل في قائمه المراجع ضمن دراسات اخرى ان شاء الله، يعني لابد ان تستدركوا هذا الامر ايضا. هناك ايضا مشكله في التصحيح، النسخه اللي جاتني ما فيهاش صفحات لكن فيها كلمه ايرور سيني نون ديفيني، مانيش عارف اسكو هي الصيغه النهائيه ولا لا. مصر وفارس في الفهارس ما كانش الصفحات، كاينه ملاحظه نخدم لكم التصحيح خارجه ايرور سيني نون ديفيني وما خرجت فيها عدد صفحات، ادعوكم الى مراجعتها ايضا. في مقدمة مشكورين، المقدمة شملت الموضوع، لكن في تقديمكم للفصول في نهاية المقدمة تكلمتوا فقط على الفصل الأول، حبذا تضيفوا الفصل الثاني، يعني اشتغلت مذكرتنا على فصلين، الفصل الأول والفصل الثاني. انتم تذكروا الفصل الأول ما ذكرتوش الفصل الثاني. في الدراسات السابقة وفي النظرية انتم ذكرتوا مشكورين النظرية أنها علاقة مباشرة بالموضوع، تحدث عن استخدامات الإشعاعات، وذكرتوا لنا مجموعه من الدراسات، لكن ما شفناكمش كباحثين في ربما تحديد درجه الاستفاده او طريقه اسقاط هذه النظريه. يعني انا كباحث نذكر نظريه وبعد نذكر لماذا اخترت هذه النظريه وليس نظريه اخرى، ماذا توافقها بالموضوع في سطرين. كذلك بالنسبه لحدود الاستفاده من الدراسات السابقه استفدت من خلال الاطلاعات في تحديد زاويه التناول وكذا، يعني حبذا نصيب شخصيتكم كباحثين في نهاية استعراض الدراسات السابقة والنظرية. من جانب الشكل أيضا ثم اعتمدتوا الأطر وليس الفصول، بحيث أنكم في الفصول ما درتوش المباحث، وهذه غالبية الطلبة داروها، يعني نختار يا الفصول ونعتمد مباحث المطالب الشيء اللي ما كانش. إذا إطار منهجي لعناصر إطار، أدعوكم إلى حذف كلمة الفصل، يعني مباشرة إطار منهجي وإطار تطبيقي بما أنكم لم تعتمدوا على مباحث أو مطالب. في العينة أيضا ذكرتوها الآن، في نهاية العينة كتبوا نوع العينة قصدية كذا، وتتحدث في مجموع 60 تلميذ من ثانوية شنقر حبي عبد المالك. يعني انتم ذكرتوا تعريف العينة، ذكرتوا نوع العينة مشكورين، لكن في النهاية ضيفوا وهذا واشتملت الدراسات هنا على 60 مفردة
من تلاميذ تحب بهذا المعرف بالبوصة. أيضا هناك عنصر أعتقد هو حدود الدراسة، حدود البشرية الزمنية والمكانية، ضيفوها أيضا. حدود البشرية هي العيلة، حدود المكانية هي البوصة يعني الثانوية، وحدود زمنية فقط إجراء الدراسة بين ما هو منهجي وما هو تطبيقي. هناك نقطة أيضا بسط فارس هي قضية الصدق والثبات. يعني أنتم اعتمدتوا استبيان فيه 28 أعتقد سؤال، لكن ما تحددتوش إذا كان صدق المحكمين، صدق الظاهري اللي هو قائمة الأساتذة، هذا يفوت الاستبيان على الأساتذة. وكذلك تعتمدوا على بما أنكم فرضتوا الاس بي اس اس، ديروا المقياس الفا ديروه تاع مستوى ثبات اجابات العينه، ديروه كمدخل. لماذا؟ لانه في اطار تطبيق تدخلوا مباشره للجداول، ديروا تقدير يعني شحال مزال باستماره، شحال استرجعت كذا كذا، وندير المقياس يخرج لكم على الاس بي اس اس، ثم نمر للتحليل كما درتوا قضيه البيانات الشخصيه، المحور الاول، المحور الثاني، المحور الثالث. في النهايه انتم هنا ذكرتوا النتائج، بصح حنا الصيغه اللي جات لي ماشيش نتائج، مش عارف الصيغه النهائيه واش هذا. فوالا باسكو شفت هنا النتائج يعني نختتموا بمجموعه من النتائج ولا استنتاجات بناء على كل سؤال، وفي الاخير نقدر نناقشها على ضوء الاسئله ولا مباشره نكمل بالخاتمه. قائمه المراجع وفقتم فيها سواء من حيث الترتيب تاعها ولا التنوع، كان هناك تنوع في المراجع، وهذا يدل على انكم اعتمدتوا مجموعه كبيره من المراجع، وهذا شيء ايجابي بالنسبه للدراسه. في العموم العمل اذكر انني التمست فيه جهد من الطالبين. تبقى هذه الاخطاء يعني دائما اللجنه في نهايه اعداد المذكره تعمل فقط على تصويب العمل. لماذا؟ لانكم مطالبين به على المكتبه، وراح تكون صورتكم وصوره الاستاذ المشرف كذلك صوره القسم. حبذا انكم تاخذوا بمجموع هذه الملاحظات باش نعاودوا نصوبوا العمل ان شاء الله. اشكركم واشكر جهدكم، ومن خلالكم اشكر الاستاذ المشرف على هذا العمل. اذكر على انه مرتبط بالتخصص، يعني الموضوع جيد اعتبار انه تم بتطبيق يعني جرت العاده على اننا نتحدث عن الفيسبوك دائما، هنا اخترنا تيك توك كتطبيق ودراسته على المراهقين وما نشاهده ربما من تاثير على القيم والاخلاق وما الى ذلك. اشكركم على اختياركم هذا الموضوع، واشكر جهدكم، واشكر الاستاذ المشرف على هذا العمل، واحيل الكلمه دون اطاله الى الاستاذه الرئيسه الاستاذه تومي، فلتفضل مشكور. أعطاها في حقي موضوع الطالبين عبد الباسط وفارس، ونطلب من عبد الباسط وفارس فقط تدوين الملاحظات تصحيح ما يجب تصحيحه. دون إطالة أعطيكم كلمة في غضون دقيقة. عبد الباسط وزميله فارس، تفضل. شكرا كثيرا لك على هذه الملاحظات القيمة، إن شاء الله سنأخذها بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لكما. شكرا لكم على الإصرار والمتابعة وناقشة المذكرة. شكرا جزيلا. استسمح الحضور الكريم. رئيس أمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم 20 من شهر جوان سنة 2023 ناقش عبد الباسط زيرم وفارس هني مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم الإعلام والاتصال، تخصص الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة، بعنوان استخدامات التيك توك وآثارها على تلاميذ الطور الثانوي، تحت إشراف الدكتور طارق صالحي ومناقشة الدكتور عبد القادر بودربالة ورئاسة المتحدثة الأستاذة فضيلة تومي. وبعد المناقشة العلنية والمداولات السرية تم الاتفاق على منح الطالبين شهادة الماستر في تخصص الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة بتقدير جيد جدا وعلامة 17.5. ده كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حالاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروفه وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت صدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت صدف، ما يخيب
بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بأفعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بإصرار قوي، بإصرار قوي، معدني بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بأفعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بإصرار قوي، بإصرار قوي. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. 22 مهما تكوني بنزرع ايام جمل ونحصد سنين،